يو السلام عليكم برادرز ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم عند هانزو عاوتاني في حلقه جديده مستمرين فيديو كل نهار. شكرا بزاف على السيبورت ديالكم في اخر فيديوهات وشكرا بزاف على 17000 ابوني. تخيل الصاد 17000 واحد دار ابوني وكليك على ديك البطونه الحمراء. وانت دابا اللي كتشوفني انا عارفك اول مره غادي تشوفني ولا تقدر تكون كتشوفني دائما. نتمنى صات انك انت تكون درتها ولا ديرها دابا. بالرجوله هبط دير سبسكرايب. نحاولوا نوصلوا 20000 هذا الشهر. راه كلشي ساهل الصاد. انت دير ابوني وصاحبك يدير ابوني. ما نطولش عليكم بزاف في هذه الهضره. اليوم غادي نشوفوا الدراري 4 ديال اليوتيوبرز اللي دخلوا للحبس والسبب وكيفاش وقع داك الشيء. خليو لايك خليو كومونتير وليتس جو نبداو الفيديو ديالنا. يوسف الخوت معكم هانزون ويلكم باك فيديو جديد في اساطير الكونغ فو باندا. نشأ في حي عندنا اليوتيوبر رقم 1 اي شو سبيد. واحد النهار كان داير واحد اللايف وجات في بالو واحد الفكره انه يحرق البلاي ستيشن كا ديالو. شنو غيدير؟ غيحش تليفون وغيصوني للبوليس. غادي يقول لهم بغيت نحرق البلاي ديالي. واش ما كاين حتى شي مشكل؟ شويه غادي يبقى يقول لذاك البوليس اللي كان كيهضر معاهم في التليفون راني كنتخنق وراني في حاله خطيره اجيو في الساعه. من بعد هذا اللايف وفي هذا النهار بالضبط 8 غشت غادي تعتقل اي شو سبيد من طرف البوليس. ومن بعد هذا الشيء غادي يخرج السبب الحقيقي هو ان اي شو سبيد ما تشدش بسبب هذاك الشيء. علاش؟ حيت بكل بساطه داك الشخص اللي كان كيهضر معاه اي شو سبيد داك النهار في التليفون ماشي البوليس وانما هذاك غير صاحبه كان كيمثل باللي انه كيهضر مع البوليس. السبب ديال علاش تشد اي شو سبيد كان بسبب واحد المتابع كيعرف الدار تاع اي شو سبيد. صونا للبوليس وبلغ بان سبيد كيشكل خطر على الحي ديالو وبانه باغي يحرق البلاي ستيشن ديالو. داكشي علاش اي شو سبيد شد داك النهار سباب متابع. من بعد خرج اي شو سبيد في واحد اللايف قال لهم بانني صافي راني حر راني خرجت. اليوتيوبر اللي موراه دايلر بزاف منا كيعرفوا بزاف منا كان كيتفرج فيه ولدابا صات انا باقي كنتبعو. واحد الوقيته دايلر حبس الفيديوهات ولا كيلوح غير الاغاني وخرجات واحد تويته كتقول القبض على مشهور خليجي معروف جدا ومتابعين بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهوره سوريه تدعي دائما بانها سعوديه بتهمه حيازه وتعاطي المخدرات في شقه المشهور في الداون تاون دبي. بنادم ما فهم والو في هذه التغريده ولكن اللي كيعرف دايلر فهم من هذه الجمله بان هذه الجمله كتعني دايلر تشد. من بعد ما دخلوا داهموا للشقه ديال دايلر لقاو بانه فعلا كاينين مخدرات. المشكله انه الناس اللي كانوا مع دايلر في ديك الشقه ما كيبلغوش السن القانونيه بمعنى قاصرين. فهنا غادي تشد دايلر والعشران ديالو وغتخرج تدوينه جديده كتقول بان صحابو كيدعيو بانهم مراد. دايلر بقى كيحط في مجرد الاغاني باش يدس هاد الحادثه تاع القبض ديالو. من بعد غادي يتحكم على دايلر بعام ديال الحبس ولكن بسبب صغر السن ديالو غادي يدوز غير 6 شهور ومن بعد غادي يكملها وقيلا في الدار. داك الحبس اللي كيكون في الدار هادشي اللي فهمت صافي. يوتيوبر ثالث واللي عندنا واحد خونا سميتو ريسيت. شنو غيدير؟ غيشد واحد الاوريو غيحلها غيحيد لها ديك الشيكولا البيضاء وغادي يدير بلاصتها دونتي فريس الصاط معجون الاسنان غادي يعطيها لواحد المتشرد. وبزاف منكم غيكونوا عارفين بان الدونتي فريس ولا المعجون الاسنان كيسبب بزاف تاع المشاكل في الجسم الانسان. فهنا ريسيت غادي تنوض واحد البلبال على هذاك الفيديو اللي دار. المشكل ماشي هنا، المشكل ان الهضره اللي قال في ذاك الفيديو قال بانه شعور زوين انك تعاون واحد محتاج وانا عاونت هذاك المحتاج باش يغسل سنيه حيت انا متاكد انه عمره غسل. يعني انت كدير غلط وكتزيد تهين هذاك الشخص هذا الشيء زاد عن حده. الويب غادي يتبلبل على هذا ريسيت غادي تنوض الكانسليشن الصاد غادي يبغيو يمسحوه من الويب بشكل تام وداك الشيء اللي وقع بالضبط. يوتيوب غادي تحيد له الشين غادي يحيدوا له جميع وسائل التواصل الاجتماعي. خونا غادي يغبر. المشكل كان غير هذا الشيء. المشكل هو انه ريسيت غادي تتم المتابعه ديالو قضائيا وغادي يحكموا عليه بالسجن 15 شهر وغادي يعوض داك المتشرد ب 22000 دولار. هاد الايام الدراري خرج واحد ستوري ديال الياس المالكي. دار في ستوري بانه البوليس جاو عنده هاد النهار وغادي يفطر وغادي يمشي يشوف شنو واقع. صراحه كلشي لي فون ديالو تخلعوا عليه وحنا كاملين الصات ما غاديش الحبسه ما تبغيش العدوك الصات كاملين هاد الشيء في اطار السوشيال ميديا كنبغيو يبقاو غير في اطار السوشيال ميديا. الكلاشات والتطلع وهاد الشيء يبقى غير في الويب. من بعد واحد المده كلشي كيسول على الياس فين كاين غادي يخرج مروان اللي داك السيد اللي متكلف له بالسوشيال ميديا بحال تقول الماناجر ديالو غادي يدير واحد ستوري غادي يقول بانه ما عنده حتى شي خبر على الياس المالكي وبانه ما قادرش يمشي عنده حتى لغدا وغادي يمشي يشوف. واش الخوت صافي بخير. المهم كونسيرنون ستوري الاخر ديال الياس كيجوني بزاف ديال الميساجات والكونت ديالو غادي تفرقع بلي ميساج. بغيت نقول لكم بما انني انا اللي شاد لي كونت كاملين بغيت غير نطمئنكم بانه زعما ما تكونش شي حاجه اللي كراف مي
كنصوني لي ما كيجاوبنيش، دارهم ما كيجاوبونيش. بحكم الخدمه ما نقدرش نديبلاصي عنده دابا حتى الغدا. دونك اي ابديت غادي نحطها لكم، ونتمنوا ان شاء الله ما طرا ليه حتى شي حاجه، حيت فريمون داك الدري ما يستاهلش. وان شاء الله يكون خير وكانت اي حاجه جديده راه غادي نصيفطها لكم ان شاء الله ونحطها لكم، ونتمنوا خير. تهلاو لي فراسكم. نتمناو الدراري الخير، نتمناو ما يكون والو، نتمناو ما يكون طرا شي باس، ونشوفوا الياس يرجع لللايفات. وهادشي اللي كاين الدراري. ما تنساوش اللايك السبسكرايب، ونتلاقاو في الفيديو الجاي وتهلاو.